السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم حبيت نشارك معكم واحد العصير اللي دار ترند في هاد الايامات. الصراحة جربته وعجبني وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم. عصير طبيعي غير من الشكل ديالو كيشهي، كنتمنى تجربوه وان شاء الله غادي يعجبكم. لهذا العصير هذا غادي نحتاجو خيزو. انا هنايا خديت 4 ديال الخيزوات اللي الداخل ديالهم طري. المهم نقيتهم وغسلتهم مزيان ودرتهم يتسلقوا في الماء حيت غادي نحتاج داك الماء ديالو. صافي هنايا درت خيزو يتسلق وخديت المندالين تقريبا كيلو، ما عبرتوش، يقدر يكون وافي شويه، يقدر يكون كيلو. المهم على حسب نتوما والكميه اللي بغيتو. صافي غير غادي نقشرو. بالنسبه للعظم ما فيهش بزاف، يقدر يكون فيه شي حاجه، ولكن ما قطعتوش، غير نقيتو ونقصت منه هاد الخيوطه حيت غادي نصفيه. داكشي علاش غادي نقيه ونرجع معكم. من بعد ما نقيتو كتشوفوا الكميه اللي عندي. المهم هو فيه الماء بزاف. داكشي علاش غادي نطحنو بلا ما. كنت وجدت هاد البغاميكسو ولكن ما غاديش نستعملو. قلت يعني يحتاج مني المجهود. صافي خديت غير الكاس ديال الطحن الكهربائي، درت في الاول غير شويه باش يطحن ليا بلا ما نزيد ليه الماء. كما قلت لكم هاد المندالين بنين. راه حتى السكر ما غاديش نديرو في هذا العصير هذا. اللي بغى يزيد السكر غيزيدو، انا ما زدتوش حيت بنين بزاف، يعني حلو، ما حامضش، ما احتاج ندير ليه السكر. صافي غادي نطحنو مزيان مزيان. نتوما تقدروا يعني تطحنوه كما بغيتو. وصافي من بعد غادي ناخد واحد الصفايه وغادي نصفيه. المهم اللي بغى غير يعصرو ماشي مشكل، يقدر يعصرو حيت اصلا ما زدت معاه الماء. يعني تقدروا تعصروه بلا ما ديروا هاد الخطوات هادو، حيت ولا بدا ما تصفيوه باش يحيد منه هاد الشوائب هادو. كما كتشوفوا غادي نصفيه مزيان غير نوبه وحده صافي. ودائما كالعاده كنطلب منكم ما تنسونيش واحد لايك الفيديو باش يطلع هكا للناس كتار يشاهدوه. وشكرا بزاف للناس الجداد اللي نضافوا عندي في القناه هاد الاواخر. شكرا لكم بزاف وشكرا على الوقت اللي كتعطيو الفيديو كتشاهدوه واللايك ديالكم. من بعد ما صفينا العصير كما شفتوا كيجي خاطر. هنايا غادي ناخذ القشور ديال الحامضه سواء كانت خضراء او صفراء ماشي مشكل. كناخذوا غير الطبقه الفوقانيه صافي، ما كندوزوش البيضه باش ما يجيش لينا العصير مر. ومن بعد غادي ناخذ ديك الحامضه نعصرها ونضيف العصير ديالها على العصير ديال المندالين. وكما قلت لكم اللي بغى يدير السكر غيدير السكر، حيت انا عندي المندالين حلو داكشي علاش كاع ما درت ليه السكر. كما كتشوفوا غير العصير بوحدو، خاطر هنايا غادي ناخذ نفس الكاس ديال الطحن الكهربائي، غادي ندير فيه خزو هو الماء ديالو فاش تسلق، وغنضيف عليه هذا العصير. المهم في الاول درتو كامل ساعه بان ليا عامر، يعني غادي يفيض ليا. صافي نقصتو حتى طحنت النص وزدت النص اخر.
نقص غير العصير، اما خزو خليته طحن طحنه وحده. هنايا ما غاديش نصفيه تاني مره، يعني خصنا نخليو خزو يطحن مزيان مزيان حتى ما بقاش يبان لينا. داكشي علاش خليت لكم هكا الفيديو كامل. غادي نخليوه يطحن مزيان. المهم خزو راه خليته حتى برد باش ما يدفيش لينا داك العصير. صافي من بعد ما طحن ليا مزيان غادي نقص منه غير شويه، وغادي نزيد داك العصير اللي بقى عندي نطحنه مزيان. ان شاء الله ملي تجربوه راه غادي يعجبكم. اللي بغى يضيف شي فاكهه مثلا البنان او المونغ او الكاكي يقدر يزيدوا مع هاد العصير. هاد العصير هذا كيجي زوين. انا من بعد خديت واحد الكميه زدت معاه الكاكي طحنته معاه. جا بنين بزاف. المهم انا قدمت لكم بحال هكذايا. نتوما تقدروا تزيدوا معاه اي فاكهه. البنان كيجي معاه زوين وكيجي خاطر، تقدروا كاع تزيدوا الماء. يعني تربحوا كميه كثيره. انا خليته غير بحال هكا، ولكن من بعد ملي بغيت نشربو طحنت مع الكاكي. عزيز عليا بزاف الكاكي. دائما كنقول نشارك معكم شي وصفات هكا بالكاكي. بعض المرات كندير بها الفلون، اولا كنعصرو مع الحليب اولا مع الليمون، كيجي بنين بزاف. صافي كنقدم العصير بحال هكذا. كيجي عصير عامر فيتامينات وطبيعي، شي حاجه ديال الدار. كيجي بنين واخا ما درتش فيه السكر، راه كيجي بنين. كنتمنى تجربوه. الا جربتوه يعجبكم ترجعوا عندي للتعليق وخليو لي شي تعليق زوين. وصلنا للنهايه ديال الفيديو. غادي نقول لكم بسلامه عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.